بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نبدأ لقاءنا في هذه الليلة المباركة بالترحم على مقتل إخواننا، سواء الأخ سمير الذي كانت له جهود في محاولة إقناع من زلت بهم أقدامهم وضلوا سبيلهم وغرر بهم واعتقدوا هذه العقيدة الباطلة ونهجوا هذا المنهج المنحرف الذي استباح به أصحابه الدماء المعصومة، فقتلوا من قتلوا من المسلمين، واستباحوا ما استباحوا من الأموال والأعراض. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم، وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يهديهم سواء السبيل. هؤلاء الذين قال فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ووصفهم كذلك كما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. سفهاء الأحلام لأنهم لا يفكرون بالطريقة السوية، لأنهم لا ينظرون إلى الأمور سواء إلى مآلاتها أو إلى حقيقتها نظرة شرعية. بنوا منهجهم المنحرف أن كل من خالفهم يستحق القتل، أن كل من خالفهم حلال الدم والمال والعرض. وهذا في الحقيقة هو فكر الخوارج، وهي عقيدتهم. نسأل الله جل وعلا أن يجير المسلمين من شرهم. ولما بلغني نبأ مقتل هذا الأخ
رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وأسأل الله جل وعلا أن يصبر أبناءه وأهله، وأن يحتسبوه عند ربهم تبارك وتعالى، لأنه قتل لأجل عقيدته، قتل في سبيل الله تبارك وتعالى، لا لشيء إلا لأنه قال بلسان حاله ومقاله: يا إخواننا اتقوا الله جل وعلا في إخوانكم، يا إخواننا اتقوا الله جل وعلا في دماء إخوانكم. فكان هذا جزاؤه. وأنا أتحدث عن موضوعه مع أخي خالد، قلت يكفيه أن الله جل وعلا جعل له سلف لصحابيين جليلين، لأمير المؤمنين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الذي قتل من قبل أسلاف من قتل هذا الأخ. وله سلف بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، الذي ذهب إلى الخوارج بعد استئذان أمير المؤمنين وإذنه له بذلك، وناصحهم وأقام عليهم الحجة، ورد الآلاف منهم نزلوا بعد أن ساروا مع تلك الرؤوس الضالة المضلة. أنجاهم الله جل وعلا بسبب دعوة هذا الصحابي الجليل. فأخونا رحمة الله تبارك وتعالى عليه، كما أخبرني من يعرفه أنه كان سببا في توبة ونزول الكثير من الشباب الذين غرر بهم. ويكفيه فضلا عند الله تبارك وتعالى أن حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينطبق عليه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن خير قتلى قتلوا تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء، كما جاء في حديث أبي غالب الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صححه الشيخ الألباني، والذي ذكره الأجر في كتاب الشريعة، باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه. وهذا رحمة الله تبارك وتعالى عليه، قتلوه من غير أن يقاتلهم، بل قاتلهم بالحجة والبيان، ولم يقاتل بالسيف والسنان. فكان هذا جزاؤه. قال أبو غالب في هذا الحديث: لما أتي برؤوس الأزارقة فنصبت على درج دمشق أي مدخلها، والأزارقة من الخوارج، جاء أبو أمامة الباهلي الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، فلما رآهم دمعت عيناه لأنهم كانوا معنا ومنا، لأنهم كانوا من إخواننا،
إلا أنهم كما قال أمير المؤمنين بغوا علينا وخالفونا واستباحوا دماءنا. قال فقال كلاب النار 3 مرات، كلاب النار 3 مرات، هؤلاء شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتلى قتلوا تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء. قال فقلت أي أبو غالب فما شأنك دمعت عيناك؟ قال رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام. قال قلنا أبرأيك قلت هؤلاء كلاب النار أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني أجرأ بل سمعت، يعني لو قلت هذا من رأيي، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا 2 ولا 3. قال فعد مرارا، قال فعد مرارا. وزاد في رواية الترمذي لما رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق قال كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو لم أسمعه إلا مرة أو 2 مرتين أو 3 أو 4 حتى عد 7 ما حدثتكمه، يعني سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل قتلانا، سواء أخونا سمير أو غيره ممن قتل بأيدي هؤلاء من إخواننا من رجال الجيش، وإن كنا لا نعرف أسماءهم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلهم الله جل وعلا عنده، وأن يكون لا شك ولا ريب أن الله جل وعلا عرفهم وجعل مقتلهم هذا كفارة لجميع ذنوبهم وسيئاتهم. كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي هؤلاء إلى سواء السبيل. وهذا أبو أمامة الصحابي الجليل لما رأى قتلاهم وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم شر قتلى تحت أديم السماء دمعت عيناه رحمة بهم، لأنهم كانوا معنا ولأنهم في الأصل منا، إلا أنهم خالفونا وانحرفوا عن هدي نبينا وتركوا سبيل الرشاد إلى سبيل الغي والظلم والضلال. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من شرهم وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم. قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.